الكرة هنا بتيجي لمحمد صلاح، مروان عطية كان معاه الكورة لعبها لمحمد صلاح، محمد صلاح بيلف بالاتنين لعيبة وبيفتح مساحة هنا لمحمد هاني انه يقدر يجري. محمد هاني فعلا بيجري في المساحة، صلاح بيلعب له الكورة حلوة جدا. محمد هاني كان عنده مساحة ان هو يقطع بشكل قطري هنا، يضم الكورة على الجون ويشوط بوش رجله او يشوط بشماله، يشوط زي ما تيجي. كان هيبقى قريب جدا لو رمى الكورة على خط منطقة الجزاء واتحرك بشكل قطري، قطع سبرنت، كان هيبقى هدف مؤكد او كانت هتبقى فرصة خطيرة جدا. ولكن محمد هاني خد قرار سيء جدا، وانه يلعب على الطرف ويقرر يلعب بعرضية 1 2 3 4 5. كمان لعيبة كوت ديفوار كلها رجعت، ومحمد هاني لعب حتى العرضية غلط، ما قدرش يوصلها لمرموش اللي كان لوحده خالص، ما قدرش يقف عليها ويستنى حتى صلاح يجي له تاني يسند عليه. واحد من أسوأ قرارات محمد هاني في الماتش ده. الهجمه دي كانت خطيره جدا وكانت تخلص الدنيا من بدري خالص. تعال نشوف الركنيه اصلا في الاول جت ازاي. محمد هاني على الكوره هنا، مرموش لوحده جوه لان صلاح هنا، امام عاشور هنا، فخلاص احنا كل لعيبتنا تحت، مفيش غير مرموش لوحده هو اللي جوه. محمد هاني بيلعبها طويله، ما بيلعبهاش عند عمر مرموش على طول، بيلعبها عند المدافع. طب المدافع ده كان عنده مساحه كويسه ان هو يقدر يرجع للجون او يقدر يطلعها على الجنب وواحد من الاثنين اللي معاه يغطي الكوره، ولكن المدافع كان متوتر جدا. يا جماعه تيشيرت منتخب مصر بيخوفهم، دي مش جمله كليشيه، دي حقيقه يا جماعه. محمد صلاح ومرموش الاثنين المحترفين الكبار اللي عندنا بيخوفوهم، دي حقيقه. الراجل ده اتوتر جدا، لعب الكوره باسوا قرار ممكن ولعبها في الكورنر. حتى عمر مرموش كان رايح ان هو يحاول يلحقها لكن طولت. ده الكورنر اللي جا منه الجون. الراجل كان عنده مساحه ان هو يرجع للجون، او حتى لو هو لعيب كبير يقدر يستلم ويطفش، او انه يلعب الاثنين لعيبه كانوا معاه، او ان اسوا قرار يطلعها رمية تماس. هو عمل حاجه بقى اسوا من كل ده وطلعها لنا ركنيه، وكتر خيره جا منها الجون.